هي ايه السلعوة؟ والحيوان ده فعلا موجود ولا دي خرافة؟ والأهم من كده، هو ليه مشهور للدرجة دي وبنسمع عنه كتير، والناس اللي بتقول انها شافته وناس بتقول ما شافتوش؟ حيوان السلعوة ده حيوان هجين بين الكلب والديب والثعلب. شهرة السلعوة كان سببها أجدادنا، والكلام اللي اتقال ان السلعوة ظهرت في بداية الستينات في قرية اسمها أرمنت جنوب صعيد مصر، وكانت في الوقت ده عملت رعب كبير في قلوب الناس، وبعد كده انتشرت في عدة مناطق في الجمهورية وسببت إصابات كتير للأطفال والكبار. وقتها السلعوة كانت بتختفي في الجبال والصحاري والأماكن البعيدة المخيفة. الناس كانت بتقول إن السلعوة بتظهر وبتختفي على فترات، ولما كانت بتظهر كانت بتقتل وبتصيب ناس كتير في الوقت ده. الناس قررت إنها تعمل حظر بحيث يقدروا يحافظوا على أولادهم وأرواحهم. وفي أيامها كانت السلعوة بتظهر في مناطق في القاهرة زي المرج ومحافظة الشرقية والمنيا، وناس قالت إنها ظهرت من سنوات في قرية أولاد سالم بسوهاج، وقامت بعض 25 طفل وأربع رجالة لدرجة إنها قدرت تقطع أطراف من جسمهم. والناس اللي وصفت السلعوة قالوا إنها بتشبه الديب والكلب مع بعض، وسريعة جدا ولونها أسود وودانها عاملة زي ودن الثعلب، ورجليه اللي قدام قصيرة عن رجليه اللي ورا. والكلام اللي اتقال برضو عن السلعوة إنها ذكية ومش بتخاف من البشر، وعندها قدرة كبيرة في الترصد والاختفاء. واللي قالوا إن المناطق الصحراوية بيحصل أحيانا تزاوج بين الكلب والديب بينتج عنه هجين السلعوة، وبتكون شراسته أقوى من الكلب بمراحل. بس لحد هنا أتمنى لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشتراك القناة. سلام.